السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه أهم المشاكل اللي ممكن تواجهنا في المرحلة بتاعة نمو الشمراخ الزهري، والمشكلة اللي ممكن والمشاكل اللي ممكن تواجهنا في الثلاث أربع أيام اللي جايين بتوع ارتفاع درجة الحرارة. ده إن كانت هتبقى مشكلة يعني. إحنا بنصور دلوقتي بتاريخ 26 فبراير 2023. طبعا بداية احنا حابب اسرد على حضراتكم الثلاث فيديوهات القدام اللي هي كان في فيديو احنا اتكلمنا فيه عن التزيين المبكر، كيفية ازالته وامتى يتزال وامتى اعطل التزهير بتاعي شوية على اساس اشوف الجو بتاعي هيمشي ازاي، على اساس ما يطلعش تزهير بدري، وفي نفس الوقت اعطله انه ما يطولش بسرعة، لان الجو بتاع الشتاء زي ما حضراتكم عارفين كان دافي. تاني فيديو اتكلمنا فيه وهو ازاي اخرج البرعم الزهري بتاعي في التوقيت اللي كان مناسب يعني. الفيديو التالت اللي هو بتاع ازاي اهتم او المرحله بتاعه نمو الشمراخ الزهري اللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو السابق. الفيديو ده احنا عاوزين نتحدث بقى فيه عن المشاكل اللي ممكن تواجهنا خلال الفتره بتاعه مرحله نمو الشمراخ الزهري. طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين ان الشتاء السنه دي مختلف تماما عن الشتاء اللي فات. الشتاء السنه دي طبعا النهار بيبقى دافي والليل بيبقى برد جدا، ممكن كان بينزل في بعض المناطق تحت الخمسة، والكلام ده كله شفناه على الاوراق، عمل احمرار، عمل انقباض للاوراق، يعني الورقه بقت مستنفذه لكل المخزون بتاعها، وده هيبقى ليه اثر سيء على العقد فيما بعد، وبالتالي على حجم الثمار وجوده الثمار ولون الثمار. طب نعمل ايه دلوقتي عشان نتفادى القصه دي؟ احنا اولا دايما ارتفاع درجه الحراره في الشتاء بتبقى ليها عده مشاكل. اولها ان دايما لما بتبقى درجه الحراره عاليه في النهار ومنخفضه في الليل، او شبه منخفضه، لان احنا بقالنا فتره طويله اهوت درجه الحراره ما بتنزلش عن 10. تمام. في الوقت ده ايه اللي بيحصل؟ بتبقى عدد الازهار المذكره على الشمراخ الزهري او على الشجره بشكل عام عددها اكبر، او بتبقى اكثر من عدد الازهار الكامله. يعني التزهير المذكر بيزيد على حساب التزهير الكامل، او التزهير اللي هو بيديني حب واثمار بعد كده. طيب المشكلة التانية برضو اللي بتواجهنا ان انتشار الامراض الفطرية والبكتيرية وايضا الامراض الحشرية هيتزايد معانا، على اساس ان احنا عندنا جو في النهار دافي وعندنا برد في الليل، فاذا في حرارة مع رطوبة، الاتنين يخلوا الفطر او هيفات الفطر تنتشر وتتكاثر وتزيد. فبالتالي لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي، فلازم نرش رشات جاهزيه سريعه، ما نستناش لما يجي لنا المرض. كذلك الامر في الامراض الحشريه. طب من الحاجات برضو اللي هنواجهها في الموضوع في الجو الدافي اللي احنا موجودين عليه، وفي نفس الوقت اللي كان موجود معانا خلال فترة الشتاء، وهو ان استنفاذ الغذاء المخزون داخل الشجرة بيقل. الاستنفاذ ده هيزيد بالعكس، لان الشجرة هتفقد مخزون كتير، وبالتالي هيعود علينا بضرر عند عملية التلقيح والإخصاب اللي هتتم بعد تفتح الشمراخ الزهري. فبالتالي لازم من الآن نبدأ بتعويض العناصر، ولكن نبدأ نعوضها بعناصر تبدأ ان هي تخش في مراحل تكوين البروتينات والكربوهيدرات والهرمونات بسرعة، وبالتالي عشان خاطر الحق فترة التلقيح والاخصاب قبل ما تعدي مني. يعني معنى كده ان انا ممكن اتدخل بنوع من الاكسينات والسيتوكينات، بشيء من يعني مش بتركيزات عاليه، على اساس تساعدني على في مرحله التلقيح والاخصاب قبل ما يجي الاجهاد الحقيقي للشجره يعني. الحاجه الرابعه ان عندك برضو هتزيد نسبه الاقاروسات، وهتزيد نسبه الازهار المتكتله، او الازهار اللي هو هيبقى في عدد ازهار المدقره كتيره. فبالتالي لازم ناخد بالنا من الكلام دوت، ويتم ليه ازاله اول باول من اخر منطقه. يعني ما ينفعش انزل شبر او شبرين او الكلام ده زي ما بيحصل في دورات النمو الخضري، لان دوره النمو الزهري لازم التعامل معها يكون بحرص. من الحاجات برضو المهمه في الفتره دي ان انا اخش برشات حشريه، رشات حشري جهازيه ايضا، على اساس ان انا اقلل بقدر الامكان من انتشار الحشرات اللي هي القشريه والمن والتريبس
ودلوقتي احنا لاحظنا في بعض المزارع انتشار كمان حفار الصاج. حفار الصاج بدأ ينتشر نتيجة تدفئة الجو. في عوامل لابد ان احنا نسردها ايضا وناخد بالنا منها في الفتره الحاليه. اول حاجه وهو بالنسبه للاصناف المحلي زي اللي احنا بنصور فيها دي، المزارع اللي هي فيها الزبديه، صنف الزبديه وصنف الصديقه، لازم يقوم برشه تعمل على استطاله الشمراخ الزهري، لان الاصناف دي دايما متميزه بان الشمراخ بتاعها دايما شبه متكدس، فلازم يتعمل له عمليه فرد عشان ما يبقاش بيئه خصبه لنمو الفطريات، وبالتالي يبقى في عندي تساقط في العدد. الحاجه المهمه برضو ان انا عدم عزيق تحت الاشجار. لازم ان انا في الفتره دي امنع اي عزيق تحت جذر الشجره، لان في خلال دوره التزهير بتاعه الشجره بيحدث معايا نمو، زي ما بيحدث دوره للتزهير فوق فبيحدث دوره لانتاج او لتكاثر او لزياده الشعرات الجذريه، سواء الجذريه الشعرات الجانبيه او الشعرات الثانويه. فلازم احافظ على الكلام دوت على اساس ان الشعرات دي هي اللي هتعوض الشجره عن الحاجات اللي افتقدتها عن طريق الري، عن طريق التسميد بتاعنا. الحاجه الثانيه، لازم امتنع امتناع كامل عن رش المبيدات بتاعه الحشائش اسفل الاشجار، على اساس ما اجهدش الشجره اكتر ما هي مجهده، لان هي داخله على فتره فيها اجهاد شديد. فلازم ان انا اكون واعي واكون واخد بالي من الموضوع دوت. كذلك الامر اي احتكاكات ميكانيكيه، اي قص الافرع اللي هي ممكن يبقى فيها اكروسات، او ممكن يكون فيها ازهار غير مرغوب فيها، او ممكن يكون عندي اي احتكاكات ميكانيكيه هتجرى على الشجره، تكون بحرص. يعني ان انا هقص يبقى اقص بحرص، او اقص بالكيفيه المظبوطه، على اساس ما افقدش عمليه التزهير بتاعتي واثر على الانتاجيه بتاعتي. النهارده الشجره استنفذت جزء كبير نتيجه وجود تدفئه في الجو، فالجزء دوت لو انا ما عوضتوش هيبقى عندي تساقط كتير في العقد، هيبقى عندي جوده قليله في الثمار، هيبقى عندي حجم ضعيف، هيبقى عندي مشاكل كتير جدا في الانتاج. فاحنا لازم يا جماعه ناخد بالنا من الامور دي كلها في الوقت الحالي. كنت عايز يعني ما يعديش عليا الفترة دي وما اقولش ليكم الامور اللي ممكن تواجه حضراتكم في الفترة دي. وبالتالي بعض المزارع او بعض القائمين على العمل في المزارع واصحاب المزارع ما بياخدوش بالهم من القصة دي، ولكن كنا لازم ان احنا نواجه كل سنة وكل شهر الامور اللي ممكن تتم فيه. كان معكم المهندس حسام ابو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.